سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد. نهار الحد 14 نوفمبر 2004 في واحد البلده هادئه في ولايه الاسكا، البوليس غادي توصلهم واحد المكالمه غريبه من عند واحد الصياد كان مخلوع. هاد الصياد شاف واحد الدخان كتيف جاي من وسط الغابه. ملي قرب باش يشوف شنو كاين غادي يلقى واحد الطوموبيل كتحرق، وفي الداخل ديالها بقايا جثه غامضه. ولكن الغريب الجثة ما كانتش في بلاصتها الطبيعية، كانت في الكرسي اللوراني. والاثار ديال المازوت اللي لقاو في الجناب ديال الطوموبيل خلاهم يشكوا ان اللي وقع ماشي حادث عادي وانما جريمه مدبره. ولكن شكون هي هاد الضحيه وشكون اللي كان وراء هاد الجريمه؟ البوليس فاش وصلوا طفاو العافيه بصعوبه وهزوا بقايا هذيك الجثه باش يديروا ليها التحليل. ما طولوش بزاف باش يكتشفوا ان هاد الجثه كانت ديال المراه في منتصف العمر وسميتها لوري. هاد لوري كانت معروف عليها في المنطقة ديالها انها مراه ماشي عادية، كانت مزوجة بدور كوارترمان، رجل محترم وخدام موظف، وكانوا الناس كاملين كيشوفوهم عائلة اللي مثالية. لوري معلمة في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة ومعروفة بالطيبة ديالها، وهذا الشيء كان كيخلي الناس كاملين يبغيوها. كانوا عندهم جوج وليدات، جيفري كيقرا في مدينه بعيده على المدينه ديالو، وبنتها ريشيل ساكنه معاهم وفي عمرها 16 عام. هاد ريشيل كانت مثال للتفوق، رياضيه وناجحه في دراستها. الناس كاملين اللي كيعرفوا لوري قالوا انها متدينه بزاف وكتساعد الناس وما عندها عداوه حتى مع شي واحد. ولكن الا كانت حياتها مثاليه لهاد الدرجه، شكون اللي غيكون السبب اللي خلاها تكون ضحية ديال هاد الجريمة الغامضة؟ في ليلة السبت 13 نوفمبر، يعني الليلة اللي قبل ما يكتشفوا فيها الجثة، لوري كانت واحد العشاء خيري كمتطوعة كتساعد الفقراء، والناس كاملين اللي شافوها في داك العشاء قالوا انها كانت انسانة طبيعية بحال اللي كنعرفوها، ديما مبتسمة وعجبها الحال وفرحانة. من بعد ما سالا العشاء رجعت بحالها لدارها وكانت بوحديتها، حيت راجلها كان مسافر لمدينه واحده اخرى على قبل الخدمه ديالو، وبنتها ريشل حتى هي كانت مسافره مع الفريق ديالها بطوله كره الشاطئ اللي منظماها المدرسه ديالها. اما ولدها جيفري بحال اللي سبق وقلنا ما كانش اصلا كيسكن معاهم. فاش وصلت 11 ديال الليل لوري غادي تقرر باش تدخل لفراشها وتنعس، ومن هذيك اللحظه حتى واحد ما عرف عليها شي حاجه ولا شافها. نهار الحد مع الظهر دوك وريشل رجعوا للدار وكانوا متأكدين أنهم غادي يلقاو لوري كتسناهم. كان نهار الحد والحد يعني نهار ديال العطلة، ولكن فاش وصلوا غادي يتفاجئوا بلوري ما كايناش في الدار. قلبوا عليها في كل بلاصة وما لقاوهاش، والطوموبيل ديالها حتى هي ما كانتش. واللي زاد غموض هو الفراش ديالها كان مخربق، وهي كان معروف عليها اول حاجه كديرها منين تحل عينيها هو تقاد فراشها. وفي الكوزينه غادي يلقاو واحد القرعه ديال الشراب مشروب منها تولوت، ولوري ما كانتش كتشرب نهائيا. بقى كيدور في بالهم بزاف ديال التساؤلات، واش كان معها شي حد في الدار، واش وقعت ليها شي حاجه. ما عرفوا ما يديروا من غير يتصلوا بالمعارف والاصدقاء ديالها، ولكن حتى واحد ما كان عارف عليها شي حاجه، من غير اخر شخص اللي هضرت معاه قالت ليه مع 11 بالضبط غادي ندخل لفراشي باش ننعس. من بعد ما فقد الامل وبدا الشك كيكبر في بالو غادي يقرر باش يبلغ البوليس اول حاجه داروها جاو للدار وبداو تحقيقاتهم بشكل معمق، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه اللي غريبه. الحاجه الوحيده اللي ما كانتش طبيعيه هو بحال اللي قلت لكم القرعه ديال الشراب وحدها الكاس، وهذاك الكاس كانوا فيه البصمات ديال لوري، واخا هي ما كانتش كتشرب نهائيا بحال اللي قلت لكم. نهار الاثنين مازال ما كاين حتى شي خبر على لوري، والخوف كان كيكبر وسط العائله. ولكن المفاجاه الكبيره هو ردة الفعل ديال بنتها. باباها بزز عليها باش تمشي للمدرسه ديالها وما تغيبش نهائيا، وداكشي اللي دارت فعلا. ريشل دوزت النهار ديالها عادي في المدرسه، والاساتذه ديالها لاحظوا انها كانت طبيعيه اكثر من المعتاد، ما كانت لا مقلقه ولا متوتره من الاختفاء ديال امها. والاغرب هو الجواب اللي عطات لواحد الاستاذه فسولاتها على امها، قالت لها شنو كتوقعي يكون وقع لماماك؟ جاوباتها بكل برود وقالت لها يمكن شربت بزاف وخرجت بالطوموبيل
دارت كسيدة وماتت. وفي نفس هذاك النهار وريشل مازال في المدرسة غادي يوصلهم الخبر ديال الوفاة ديال لوري. ريشل بدات كتبكي وكتغوت ومشات ديك الساعة للدار. دوك كان كيتسنى اي خبر على مراتو لوري، ولكن اخر حاجة كان يتوقعها هو الخبر ديال الوفاة ديالها. واللي زاد صدمو هو الطريقة باش ماتت، حيت البوليس اكدوا ليه ان اللي وقع ليها ما كانش حادث عادي وانما جريمه. هادشي نزل على دوك بحال الصاعقه، وحتى الناس ديال البلده بقات فيهم بزاف حيت كانت انسانه طيبه بزاف وكاع الناس ديال البلده كانوا كيبغيوها. البوليس بداو كيتوغلوا في التفاصيل ديال هاد القضيه، واول حاجه داروها رجعوا للدار ديال لوري وقلبوها مزيان. وهاد المره اكتشفوا ادله اللي غريبه بزاف، بقايا ديال شي حبل في الحمام، والاثار ديال الليكات في الحمام وفي الكوزينه، واثار ديال الصباط في الحافه ديال الشرجم ديال الطابق الثاني. واللي زاد من الغرابه ديالهم هي ان حتى شي حاجه ما تسرقت من الدار، وهذا الشيء زاد اكد لهم ان الجريمه شخصيه ومخطط لها مزيان. اول واحد غادي يشكوا فيه هو دوك راجلها، ولكن كانت عنده حجه غياب اللي قويه حيت كان مع الخدمه ديالو في مدينه بعيده. وريشل حتى هي عندها حجه غياب اللي قويه حيت كانت مع المدرسه ديالها في هذيك البطوله، وهذا الشيء اكدوه ليهم. ولكن ما وقفوش غير هنا، بداو كيبحثوا حتى في المعارف ديال ريشل، ولقاو انها كتعامل مع ناس اللي مشبوهين وكبار عليها بزاف في السن، بالخصوص واحد جوج منهم جيسون وبراين. ريشل فاش كان عندها 15 عام تعرفت على براين، دخلوا في واحد العلاقه، ومن بعد شهور عرفها على الصديق ديالو جيسون. وهنا تبدلت الامور حيت تفارقات مع براين ودخلت في علاقه مع جيسون. والغريب واخا هكاك بقاو صحاب ثلاثه بهم وما كان حتى شي مشكل. جيسون وبراين كانوا كبارين على ريشل حيت في عمرهم 24 عام، اما هي فكان في عمرها غير 15 عام. وهذا الشيء اللي خلى الام ديالها ديما تكون في صراع معها، كتقول لها بانهم كبار عليك بزاف، تفارقي معهم ما يصلحوش ليك، زائد ان السمعه ديالهم خايبه بزاف. البوليس فاش بداو التحقيق مع هاد الجوج صرحوا بانهم ما عندهم حتى شي علاقه بهاد الجريمه، وقالوا بان داك النهار كانوا في الدار ديال براين كيتفرجوا في التلفازه. ولكن من بعد ضغط كبير جيسون غادي ينهار وغادي يعترف ليهم كل شيء. قال ليهم براين هو اللي قتلها وانا كنت سايق الطوموبيل، وين ما تيقتونيش وبغيتو تاكدوا ديروا لي جهاز التنصت وغادي نخليه يعترف بكل شيء. فعلا داكشي اللي كان. جيسون مشى للدار ديال براين وفتح معاه الموضوع. براين كان واخد راحته حيت ما عرفش بان جيسون عنده جهاز تنصت، وفعلا اعترف بكل شيء. ولكن جيسون كذب في واحد الموضوع حيت ماشي كان غير سايق الطوموبيل وانما كان عنده دور كبير في هذه الجريمه. ديك الساعه البوليس غادي يشدوهم بجوج، وبراين غادي يتفاجئ فاش غادي يقولوا ليه ان جيسون كان عنده جهاز التنصت. تعصب بزاف وقرر باش يعترف بشي حوايج اللي غادي يصدموا البوليس. نهار الجريمه جيسون غادي يقرر باش يدخل الدار ديال لوري من الشرجم ديال الطابق الثاني، ولكن قبل هاد الخطوه حسن شعره كامل باش ما يخلي حتى شي دليل. دخل البيت ديالها وهو هز الموس في يديه وهددها باش دير اي حاجه يقولها ليها. لوري مشات معاه وهي مخلوعه، داها الكوزينه وسولها على السوارد ديال الطوموبيل. من بعد ما عطاتهم ليه جبت القرعه ديال الشراب وبزز عليها باش تشرب منها، جبت الحبل وربطها من يديها وداها للغابه فين كان كيتسناه براين. فاش وصلوا حاولوا يقتلوها بطرق مختلفه ولكن ما قدروش، وفي الاخر اختاروا باش يخنقوها، ومن بعد ما ماتت حطوها في الطوموبيل وبقاو كيفكروا كيفاش يديروا يغطيو على الجريمه ديالهم. داكشي علاش شعلوا فيها العافيه. ولكن اللي غيصدم البوليس هو السبب مور هاد الشيء كامل. السبب كان هو بنتها ريشل، كانت كتعتبر ان امها هي سبب المعاناه ديالها، وهاد الشيء كانت كتكتبو في واحد الموقع كانت كتكتب فيه اليوميات ديالها وكتقول لهم بانها كتعاني مع الام ديالها، وكانت ديما كتقول جيسون وبراين ان الحل الوحيد هو تقتلها، وهذا الشيء هو اللي غادي يخليها تحس بالحريه ديالها. وفعلا دخلوا في الخط ونفذوا الخطه اللي كان العقل المدبر ديالها هو ريشل.
you are a catalyst in this whole incident. Okay, there's a possibility that they may have misunderstood something you have said about relationships and disapproval of your mother and things along those lines that have motivated them to do this thing. Okay? I highly doubt Jason would do anything like that. I just really don't think so. It's just not, من بعد ما البوليس واجهوا ريشل بالاقوال ديال جيسون وبراين، غتعترف بالجريمه ديالها وغيحكموا على براين ب 99 عام ديال الحبس وجيسون ب 50 عام ديال الحبس. اما ريشل بسبب السن الصغير ديالها غادي يحكموا عليها غير ب3 سنين بتهمه التحريض. شكرا بزاف على تتبعكم للفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتخليوا لي الآراء ديالكم في التعليق. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.